6 اسباب يخلوك تختار العدسه اللي في ايدي دي تبقى عدسه البورتريه بتاعتك الاساسيه. اول حاجه وهي الاي دي، وهي باختصار اللي هي اكسترا لو ديسبرشن، يعني نسبه تشتت اللون بتبقى قليله جدا وشبه معدومه، وكمان مش بيعمل كروماتيك ابريشن. تاني حاجه وهي انها سفيريكال لينس، وده بشكل مبسط ان هو برغم حجمها الكبير وشكلها ده ان هي اكيد هتبقى عدسه تقيله. هي عدسه كيلو و100 جرام تقريبا، بس هي الكيلو و100 جرام متوزعين بشكل مناسب جدا على حجم العدسه. وكمان هو المسؤول عن ان الضوء اللي داخل العدسه يتجمع في بوينت واحده، على عكس العدسات التانية اللي هي مش اسفيريكال ان هي بتتجمع في اكتر من نقطه، وده بيساعد ان الصوره تبقى شارب اكتر. تالت حاجه وهي ان الازاز بتاعها بيبقى معالج بتقنيه النانو كريستال، وده بيساعد ان ما يبقاش فيه اي انعكاسات مش محببه داخله للعدسه. رابع حاجه وان العدسه دي الكترومagnetic دايفرام، يعني ده بشكل مبسط وسريع ان هو بيوفر حمايه للدايفرام وانت بتصور مع الكونتينوس شوتنج، الدايفرام اللي هو الديفرام بس باللغه بتاعتنا. خامس حاجه وهي ان شفرات فتحه العدسه بتاعتها هي 11 شفره، وده بيخليني اخد شكل البوكيه الدائري على اوسع فتحه عدسه وهي ال f1.2، بس نصيحه مني جرب على f2 وهتدعيلي. سادس حاجه وهو الدول STM، وده اللي مخلي العدسه دي هي من اسرع العدسات في الفئه بتاعتها، وده اللي بيخلي الفيديو بتاعك سريع وصامت، وكمان بيساعدك في الفوتو. بس كده، سلام.